السلام عليكم. استمرار الدولة بفرض تعرفة فاتورة الكهرباء الجديدة بسوريا، وهلا انتقلوا لمرحلة تانية هي لفك العدادات للناس اللي ما عم تدفع، أمر مستغرب جدا. المفهوم طبعا أنه لا يمكن لأي دولة مهما كانت متقدمة في العالم أنه تأمن الكهرباء للسكانة إذا الناس عم تستخدم الكهرباء بكل شيء بحياتها. ومفهوم كمان أنه لا يمكن النهوض باقتصاد أي بلد ولا تحسين دخل الناس إذا ما في كهرباء. كيف المصانع بدها تشتغل وكيف المستثمر بده يدخل؟ ومفهوم كمان انه الدولة وقعت عقود مع مستثمرين، وهالمستثمر اكيد ما رح يفوت يتصدق ويدفع من جيبته على الناس. ولكن الناس بالمقابل عندها مشكلتين. المشكلة الاولى هي التدفئة. الدولة بدها من الناس انه ما تستخدم لا دفايات الكهرباء ولا المكيفات ببيوتهم. لكن شو الحل؟ قالت انه المازوت 75 سنت، يعني المواطن اذا بده يشتري اقل شيء 150 لتر لعائلته ليدفيهم بالشتاء بحاجه تدفع 1.5 لمليونين بالشهر. كانه هو بده يقعد يشتغل شهر كامل وياخذ الراتب مثل ما هو يحطه بالتدفئه، وهذا اكيد سد امام الناس، هذا مو حل. لكن الحل برأيي انه ممكن الدولة تعمل بطاقات ذكية لتدفئة مدعوم للناس، ممكن مثلا 450 لتر لكل عائلة. ذروة الشتاء هي 3 اشهر، بحيث بيطلع لكل عائلة 150 لتر بالشهر، واللتر ب1000. بهالطريقة لما الناس تقول له، لما الدولة تقول للناس لا تستخدموا دفايات كهرباء، اعطيناكم حل تروحوا عليه. وفينا تستثني طبعا الدولة من المدعوم هذا اللي عنده سجل تجاري، سجل صناعي، سيارة موديلها فوق ال 2015 اللي هو. أما المشكلة الثانية فهي مشكلة الأجهزة القديمة ببيوت الناس. شمال سوريا كلياتهم عندهم انفرتر، أما المعظم سوريا برادات وغسالات قديمة. البراد والغسالة لحالهم بالدورة بيستهلكوا تقريبا قيمة المدعوم. فإذا بدنا نيجي للإنارة، نيجي للمروحة، للشاشة، عم نلاقي بالاقتصاد الشديد أقل شيء عم تيجي على المواطن فاتورة كهرباء بالدورة 500 أو 600 ألف ليرة، وهذا لأصحاب الدخل المحدود كارثة. واليوم اللي عندهم مستأجرين بيوت، والمستأجر عم يلاحق اللي مأجره، يعني فوق من المستأجر عم يدفع اجار بيت ويا دوب عم يعيش، لسه هلا اجى المستاجر عم يلاحقه بيقول له بدك تدفع كمان انت فاتوره كهرباء مليون ولا 600 الف. والحل برايي انه الدوله تعيد حساب تعرفه فاتوره الكهرباء الجديده للاجهزه القديمه. والمروحه ما من الرفاهيه، ولازم تحسبها بتشغيل 24 ساعه. الناس اليوم ما فينا تنام بالصيف بدون مروحه. وممكن تخليها مثلا 700 كيلو، وهذا الامر لفتره مؤقته، تقول للناس مثلا سنه ونص بين ما الناس تبدل اجهزه الكهرباء، الاجهزه اللي عندها لاجهزه انفرتر. والله اعلم. السلام عليكم.